أسعدتم أوقاتا أعزائي المشاهدين مع حلقة بعنوان الكرد في محافظة الرقة السورية. ضيفي هو علي شيخو برازي. عرفته في الحلقات السابقة أيضا. لدينا هذه هي الحلقة الثالثة، فمرحبا بك أستاذ علي. أهلا بك وبمتابعيك أستاذ علي. الحقيقة هي المدينة أهم من المحافظة، لأن المحافظة واسعة جدا كجغرافيا. الصوت عم يتردد كأنه نعم. سنتحدث عن تاريخ المدينة قبل أن نتحدث عن تاريخ المحافظة بشكل عام، وهو الموضوع موجز عن تاريخ هذه المدينة. الرقة مدينة ذات تاريخ عريق رغم اختلاف الموقع قليلا. يعني كيف اختلاف الموقع؟ أحيانا كانت يعني الرقة الحالية غير الرقة القديمة التاريخية كتوتول وبيت آدين وغيرها من التسميات. رقة واسط والرقة السمراء والرقة السوداء والرقة البيضاء إلى آخره. يعود تاريخ هذه المدينة إلى 1000 السادس قبل الميلاد، وكانت حسب مراحل التاريخ توتول، كانت اسمها توتول. حاليا تعرف هذه المنطقة الأثرية باسم تل البيعة. بيت آدين كالينيكوس التي تأسست عام 244 قبل الميلاد. كالينيكيوم، نيكوفوريوم، الرقة وأسماء أخرى مثل الرقة البيضاء كما أسلفت، والرقة السوداء، ورقة واسط، والرقتان، والرافقة. لكنها تبقى ذلك المركز الحضاري الذي احتل الضفة الشمالية لنهر الفرات العظيم، وقد صمدت رغم كل ما حل بها من خراب في مسيرتها عبر التاريخ. أولا نتحدث عن توتول. توتول في البداية كانت تقع حوالي 3 كيلومتر شرقي موقع المدينة الحالي، الرقة الحالية، ويعود تاريخها إلى 1000 الرابع قبل الميلاد. يقال إن كلمة توتول تعني المطلة بلغة الروم البيزنطيين. وبعد ذلك حسب ما جاء في التاريخ، عفوا هذا قبل المطلة، ما بقى يعني هو تعريف عربي من أي لغة، بكل الأحوال هذا اسمها القديم توتول. وبعد ذلك حسب ما جاء في التاريخ إنها تعرضت لهجوم كبير عام 1350 قبل الميلاد عند ظهور الآشوريين، وهي فترة مليئة بالصراعات حول المنطقة، وخاصة منطقة الجزيرة السورية حتى أعالي الفرات، حيث توقفت المملكة الآشورية في نهاية الأمر، ثم ظهرت مدن وممالك أخرى أكبر أهمية من توتول، وهذا ما جعلها تفقد أهميتها تدريجيا منذ منتصف الألف الثاني قبل الميلاد. ثم كانت مركزا حدوديا بين الحثيين والآشوريين، ولم يشير التاريخ إلى أسماء حكامها غير اسم ملك واحد وهو ياخلو كوليم في إحدى كتابات رقم مملكة ماري على نهر الفرات. رغم ورود اسمها كثيرا في التاريخ، لكن بكل الأحوال فهي كانت تحت حكم الهوريين والميتانيين فترة غير قصيرة من الزمن، ثم كانت تحت حكم الساساني الكردي حتى انهيار الإمبراطورية الساسانية في القرن السابع الميلادي. طبعا نحن حكينا عن حكم الميتانيين والميديين والهوريين في سوريا، حكينا في حلقة حمص وحما. هذه البلاد كانت تحت حكم الميتانيين والهوريين في تلك الفترة. ثانيا، الإمبراطورية البيزنطية كانت الخليفة الشرعية للإمبراطورية الرومانية في ممالكها الشرقية، فأصبحت الرقة في عهدها مركزا عسكريا محصنا بالأسوار. وفي عهد الإمبراطور الروماني جوليان
كانت الرقة تعد مدينة حدودية مع الفرس بقيادة الساسانيين. تعرضت المدينة لهجة أرضية فجددها الإمبراطور ليون الثاني عام 474 وأسماها باسمه ليون توبوليس. ثالثا كان اسمها كالينيكوس في عام 504 42. سقطت هذه المدينة بيد كسرى أنوشروان ملك الساسانيين، وهو الإمبراطور الساساني الذي عمد إلى توطين حلفائه من قبيلة مضر العربية فيها. مشان هيك بيسموا العرب أنه كان اسم مدينة الرقة قبل ديار مضر. طبعا المضريون أو قبيلة مضر العربية اللي كانت حليفة للساسانيين كانت على حدود العراق، يعني نقدر أنه نقول كانت في منطقة دير الزور أو بوكمال بتلك البادية. كانوا سندا للساسانيين ضد البيزنطيين بذاك العهد. العفو أستاذ، يعني الساسانيين الكرد هم من قاموا بتوطين العرب في الرقة؟ نعم، هذول كان حلفاء الساسانيين ضد الروم، ضد البيزنطيين. كانوا يحاربوا يعني يساندوا الساسانيين. تمام. حلفاء. نعم. لذلك كانت تسمى منطقة الجزيرة بديار مضر، وكانت الرقة عاصمة منطقة الجزيرة آنذاك قبل استيلاء الساسانيين عليها. في عام 529 جعلها الإمبراطور جستينيان الثاني مركزا تجاريا عندما قرر حصر التجارة في المدن الحدودية مع الساسانيين بمدينة نصيبين. يعني نقلوا التجارة من مدينة الرقة إلى نصيبين، كانت الحد بين الساسانيين والبيزنطيين. عندما استولى عليها كسرى الأول ملك الساسانيين على المدينة كانت أسوارها شبه منهارة، فخرب أسوارها ودمرها. هذه أول مرة تتعرض مدينة الرقة للخراب. كانت الحروب تتوالى بين الروم والساسانيين، وهذا ما جعلها مهملة في ذاك الزمن، لكن جستينيان أنهضها من خرابها بعد أن ترك نوشيروان هذه المدن لصالح الروم وفق اتفاقية على دفع الضرائب لنوشيروان، وشيد فيها أسوارا منيعة قوية، حيث كانت تارة تحت حكم الروم وتارة تحت حكم الساسانيين. طبعا حكينا عن الضريبة وكيف تخلى نوشيروان عن الجزيرة الفراتية ومعظم أراضي سوريا لصالح الروم البيزنطيين مقابل دفع الضريبة. وأخذت الرقة التي كان يغلب عليها الاسم القديم كالينيكوس دورا هاما في الحروب، وقد كان ذلك بعد عقد جستينيان معاهدة مع الإمبراطور الساساني تعهد الأول بمقتضاها بدفع جزية كبيرة مقابل إيقاف الحرب على الحدود. وهكذا تمكن جستينيان من أن يؤمن الجانب الساساني لفترة من الزمن، وأصبحت له حرية كبيرة لكي يمارس مشاريعه لإعادة بناء الإمبراطورية. كان أهل الرقة من الروم، وكانت ديانتهم مسيحية قبل العهد الإسلامي، لكنها تابعة من حيث الحكم لبلاد الساسانيين، ولم يتوقف الدعم العربي للساسانيين في هذه المنطقة، وإنما يسجل التاريخ أن بني مضر حاربوا الرومان انتصارا لحلفائهم الساسانيين وهزموا جيوشهم سنة 421 للميلاد. وفي عام 639 استولى عليها 39 ميلادية استولى عليها سهيل بن عدي بجيشه بعد أن حاصرها لعدة أيام، وكان سهيل تحت إمرة عياض بن غنم قائد الجيوش العربية الإسلامية المتواجدة في الجزيرة. طبعا ضمن معاهدة تسمى مع أهل الذمة، كانت مع أهل سروج وأهل أورفا وأهل الرقة بنفس المعاهدة. فقدت الرقة منزلتها في أواخر القرن الثالث الهجري في فترة الخلافة
خلافة المعتضد والمكتفي والمتقي، حيث كانت قد بدأت فيها ثورات ضد المأمون انتهت بإحراق دير العواميد، وكانت ظهور المشاكل بين أبناء خراسان الكرد الذين تم جلبهم إلى الرقة إبان حكم المنصور وعرب الشام، ثم حدوث زلزال عام 895 للميلاد. يعني في العهد العباسي كانوا الكرد كمان موجودين بحجم كبير في مدينة الرقة في أثناء الحكم العباسي، اللي هم كرد خراسان. طبعا يعود ذلك للقائد الكردي أبو مسلم الخراساني، ويعد مؤسس الدولة العباسية. فقد دمرت الرقة 4 مرات عبر تاريخها المعروف عدا تعرضها للزلزال. في المرة الأولى كانت على يد الساسانيين، وفي المرة الثانية على يد الخوارج في الفترة الأموية، وفي المرة الثالثة على يد الخوارزميين، وفي الفترة الرابعة على يد المغول، وفي الفترة الأخيرة كانت على يد أمريكا في حربها ضد داعش. رابعا، الرقة الحديثة بعد الحكم الأيوبي لم يتم إعمارها ولم يسكن فيها أحد حتى أواخر الحكم العثماني كمدينة. أما كأيالة والتي أنشئت عام 1586 حصلت فيها تغييرات سكانية كثيرة، من حيث أسكنت السلطات العثمانية الكثير من القبائل العربية والتركية أو تركمانية، كانت قبائل تركمانية لتلك المنطقة، والكردية في هذه الأيالة. ففي عام 1711 بدأت بإسكان القبائل الملية الكردية وعشيرة الشيخان الكردية في إقليم الرقة قبل أن تكون مدينة طبعا. ثم أتت عشيرة البو شعبان من العراق إلى سوريا في القرن الثاني عشر الهجري قبل 200 عام تقريبا، وسكنت في جزيرة بو حميد بداية ثم توسعوا غربا في أيالة الرقة. وفي عام 1791 قام تمرباش الملي بثورة على الدولة العثمانية، والذي كان يسيطر على أغلب مناطق الجزيرة الفراتية بالإضافة إلى حلب ونواحيها. وبعد فشل ثورته ب10 سنوات عين واليا على الرقة من عام 1800 إلى عام 1803 3 سنوات، ثم أعيد تعيينه إلى 1809 بعد أن عفى عنه السلطان ومنحه لقب الوزارة. خامسا، نواة المدينة الحالية الرقة الحالية التي تأسس فيها المخفر العثماني، وكان يسمى قرقول باللغة التركية بمعنى مخفر، في أواخر القرن التاسع عشر. شجع المهاجرين الكرد والعرب إلى السكن بجوار ذلك السور في المدينة القديمة ليحتموا بالقرقول بالمركز الحكومي التابع للحكومة العثمانية، بكونهم أتوا على شكل عوائل وليس عشائر. كإجابة مامستا. نعم، تأسيس المخفر العثماني، نعود إلى هذه النقطة. قرقول في أواخر القرن التاسع عشر شجع المهاجرين الكرد والعرب إلى السكن بجواره داخل سور المدينة القديمة ليحتموا به، كونهم أتوا على شكل عوائل وليس عشائر، وقد كانوا المهاجرين من عدة جهات، فالكرد أتوا من سروج، أورفا، براجيك ومناطق أخرى، والعرب من منطقة العشارة شرق دير الزور، وهم الأبي شعبان الذين ذكرناهم قبل قليل. فسميت هذه العوائل الساكنة حول المخفر نسبة إلى القرقول بالقول، يعني الأكراد القديمين في الرقة يقال لهم أكراد القول نسبة إلى المخفر المذكور. وكانت بداية السكن عام 1860 تقريبا، وكونوا أول تجمع مدني
على أنقاض المدينة القديمة بعد غزو المغول، أي بعد 600 عام. يعني ظلت الرقة خراب بعد العهد الأيوبي حتى العهد العثماني. طبعا كانوا الأكراد موجودين في الرقة كمان بالعهد الأيوبي، وسكنوا لما تجددت هذه المدينة عام 1864 بالتحديد. وبعد الربع الأخير من القرن العشرين سكنت الرقة عوائل كثيرة من حلب ودير الزور، تادف، السخنة، السفيرة، الأتارب، الباب وغيرها، بالإضافة إلى المهاجرين الأرمن الذين أتوا إلى هذه الديار بعد عام 1915. وهاجر الكرد من كوباني إلى الرقة في بداية عام 1960 عندما بدأت الزراعة على ضفاف وادي الفرات، وخاصة زراعة القطن. ثم كانت الهجرة الكبرى أثناء بناء سد الفرات في موقع الطبقة من عام 1970 إلى 1980، وأغلب هؤلاء سكنوا في منطقة شمال المدينة سميت فيما بعد بحي الرميلة. وبلغ عدد الكرد في الرقة من كرد كوباني وعفرين والجزيرة حوالي 70,000 نسمة، عدا الذين سكنوا الرقة في العهد العثماني كما أسلفنا. وقد كانت السجلات المدنية الأولى في الرقة باسم خانة الأكراد، خانة الحميدية، وخانة الجراكس. هذه أولى معالم المدنية في مدينة الرقة. هذا هو تاريخ الرقة في موجز، واللي يحب يبحث في التاريخ في هناك عشرات الكتب ولا أقول المئات، لأن مصادرها واحدة، فبإمكانه أن يعود إلى تلك الوثائق والكتب والمصادر التاريخية ويتعمق في تاريخ هذه المدينة وحضارتها وسكانها وتعايشها. على عجالة أستاذ، لو سمحت اذكر المصادر، علما أن المصادر التي أرسلتها لي قد قمت بوضعها في الوصف. يستطيع أي متابع أن يفتح وصف الفيديو تحت العنوان ويقرأ المصادر التي أخذ منها الأستاذ علي شيخو برازي هذه المعلومات. حبذا لو على عجالة أن تذكر لنا. نعم، التاريخ القديم الذي ذكرناه بإمكانك أن تأخذ ذلك التاريخ من تاريخ حما وتاريخ حمص والتاريخ الإسلامي القديم كالطبري وابن خلكان وغيرهم من الكتب الأم التاريخية. طبعا هذه المصادر تتحدث عن العهد الإسلامي، لكن نحن تحدثنا عن ما قبل الإسلام، وهو يعود إلى فترة الساسانيين وقبلها إلى فترة الهوريين والميتانيين. هذه المصادر يجدها في الكتب التاريخية القديمة التي تتحدث عن حضارة وادي الرافدين أو الجزيرة الفراتية التي سميت في العهد الإسلامي. وبإمكانها الرجوع إلى تاريخ حلب، لأن حلب كانت في الفترة العثمانية تضم الرقة وأرفا وحتى إلى حماه، كانت ضمت أيالة حلب. حلب كانت أيالة بمعنى أنه كانت دولة شبه مستقلة باسم الوالي يضم كل هذه المناطق. وقد ذكر تاريخ هذه المناطق ضمن صالنامة حلب ونهر الذهب في تاريخ حلب وكتب أخرى عن تاريخ حلب. أما عن الرقة فهناك مصدر أساسي وهو البحث التاريخي الذي أجري في الرقة على يد مختصين باسم الندوة الدولية لتاريخ الرقة، هذا اسم الكتاب، وعشائر الفرات والجزيرة لعبد الحميد الحمد، وتاريخ الرقة لمحمود الذخيرة، وعشائر الشام لأحمد وصفي زكريا، وغيرها من المصادر. جزيل الشكر ماموستا.
أريدك أن تتحدث قليلا عن الكرد في الرقة في الوقت الحالي أو قبل 10 سنوات. قبل 10 سنوات كان للكرد دور كبير في الرقة، وخاصة الدور الثقافي. كانت هناك حركة ثقافية كردية كبيرة في الرقة، وكان في الكثير من المشاركات الثقافية في المركز الثقافي، وحتى باللغة الكردية عن الفلكلور الكردي وعن الأدب الكردي، حيث هناك في من كرد الرقة العشرات من الفنانين والكتاب والممثلين في المسرح الرقي، كان لهم دورا ثقافيا كبيرا، حيث للرقة كان دور ثقافي كبير. بالنسبة لسوريا كان هناك مهرجانات، ومهرجانات للسينما وللمسرح وللموسيقى وللدبكات الشعبية على مستوى العالم، وليس على مستوى العالم العربي فقط. كانوا أنشط الأكراد في المدن السورية كرد الرقة من حيث النشاط الثقافي والنشاط الاجتماعي أيضا، باعتبارهم أهل هذه المدينة. كان لهم تاريخ عريق مع هذه العشائر. أهل الرقة هم عشائر، وخاصة الأبي شعبان تحديدا. والرقة يعرف بعلاقتهم مع البرازية، ثم كانوا البدو الأعنزة في خلاف مع البرازية في بداية القرن العشرين، وهذه أمور يعني يطول الحديث فيها. أستاذ، العشائر الكردية في الرقة، عدا من ذهب من كوباني عفرين إلى الرقة، العشائر الكردية القديمة في الرقة. العشائر الكردية القديمة في الرقة، أقدم العشائر كانت الشيخان والملية. الاتحاد الملي كان موجود بال 1800 و 1791 أثناء ملحمة درويش عبدي، اللي كان يقود قائد العسكري درويش عبدي ضد الحكومة العثمانية آنذاك، بسبب خلاف حول المالية التي لم تدفع من قبل تمر باشا الملي للباب العالي. ثم أنا ذكرت في الستينيات كانت بداية الكرد في الرقة، كانوا من كرد البرازية حصرا من منطقة سروج، منطقة عين عرب، ثم أتوا بالسبعينيات أكراد الجزيرة وعفرين بسبب مشروع سد الفرات. هل قلت في البداية أن عدد الكرد في الرقة بشكل تقريبي هو 70,000؟ نعم، 70,000 بالإضافة إلى الكرد القدماء الذين كانوا موجودين منذ العهد العثماني، يعني يفوق عددهم حوالي 80,000، أكثر من 80,000 نسمة. طيب، 70,000 هم من هاجروا إلى الرقة، أنت تقول 80,000 أيضا يوجد 80,000 من العرب الكرد القدماء عفوا. يعني في أكثر من 10,000 هذول القدماء، الأكراد القدماء، و70,000 الذين هاجروا إلى الرقة في تلك الفترات أصبحوا 80,000 نسمة. يعني والمدينة كلها كانت 300,000 نسمة تقريبا، يعني يعادل ثلث السكان في مدينة الرقة. طيب،